ما في خيانه. طيب الكيزان معزولين تماما. المشتركه فاهمه الموقف ده. الناس المشتركه دي بالمناسبه ناس سياسيين، ناس شطار، يعني ما تستهينوا بهم يعني. يعني الشباب ديل قبل كده وصلوا الحكومه السابقه بتاعت عمر البشير لدرجه انه مجلس الامن مطلق قرارين بحظر الطيران في دارفور، وواقف في قضايا دارفور لحد ما تصدرت قضايا دارفور المشهد العالمي. الكيزان المشتركه ما بقول لك. عشان كده المشتركه فاهمين تماما وضعيتهم، فاهمين تماما وضعيتهم في داخل الدوله وفي بورتكيزان الان. عشان كده بمارس وشفتوا كلام مناوي انه نحن ما في زول برفض لنا وزير. يا زول مناوي ده لو طلب الحكومه كلها بيه كميل ادريس قال له نرجع انا داير ابقى رئيس وزراء، حيحصل. حيحصل. ليه؟ لانه الكيزان الان مخرجهم الوحيد، مخرجهم الوحيد، وده الكلام اللي حيرشح في الايام الجايه. مخرجهم الوحيد هو انه يقول لهم زول يقاتل عنهم والحرب تستمر. حبيبي يا عبد الله، ما في خيارات تانية. الكيزان معزولين، ده اللي بيمارسوا عليهم عزله. مجتمعيا بدات تظهر عزله، الوعي الزايد. يعني ناس انتوا لو لاحظتوا في السوشيال ميديا براكم كده شفتوا، لو في كوز قام قال اي حيتكلم عن الدين، الجماعه بيشوفوا انت بتعرف دين؟ كتر خير الشباب التنويريين والقرانيين شغالين طق 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 قاعدين يفرتقوا لهم في ديننا القديم والدين الموروث والدين الغلط ده، بيفرتقوا لهم في راسهم وبينفوا علاقه السلطه بالدين. الكلام بتاع العلمانيه وغيره اللي بيتناولوه الشباب الان في منابرهم والصفحات، والناس بدات توعى، الناس بدات تفهم انه العلاقه الالهيه هي علاقه ما بينك وبين ربك مباشر، وكل اتيه يوم القيامه فردا، وما في وسيط ما بينك وبين ربك. الناس بدات توعى. الحرب دي ذاتها وعت الهامش. الحرب دي ذاتها خلقت من الهامش منارات بتاعت وعي جديد. تلقائيا الكيزان بدوا يفقدوا صدوتهم الاجتماعيه. يا اخي المشهد بتاع المطار اللي نزلوه قالوا مطار الخرطوم شغالين فوق صيانه، طلع واحد من الشباب الموجودين كانوا بيقاتلوا معاهم، نجي يسووا له شنو؟ واحد من ده، واحد من الثوار الموجودين مثلا كانوا وتغشوا وشالوا سلاحهم مع الجيش مثلا، دفعت شال الكاميرا خشلوا المطار الخرطوم. يا زول ما في اي صيانه، ما في اي اصلاحات، ما في اي حاجه تقدموا علينا الكيزان. 6-0. يعني الكيزان نلقوه من وين؟ مجتمع محلي داخلي ضدهم. ما في مجتمع، ما خلاص فقدوا كل المجتمعات بغشهم الكبير. تلغينا الكيزان عايشين عزله، عزله كبيره جدا. عزله دوليه، عزله دوليه موجوده، العالم ده كله بيأتمر عشان يقلعهم. عزله اقليميه، العزله الاقليميه موجوده. نصيرهم وحليفهم الوحيد هو السيسي. والسيسي ما حليفهم لانه هو عاوز الكيزان، لا، السيسي حليفهم لانه عاوز الجيش يكون قاعد عشان يضمن ايراداته وسطوته وسيطرته على السودان. يبقى الملف بتاع الكيزان، الكيزان عايشين عزله 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 كبيره. طيب ام صميمه الكلام طوال ربطه مع بعض. ام صميمه دي بالمناسبه الناس ما قالوها صح. ام صميمه دي بالمناسبه كان نموذج بتاع تدريب عالي شديد بالمناسبه. الهجوم اللي حصل على ام صميمه وسرعه الانسحاب والخروج وعدم الخساره، وبعد ذاك سحب العدو عشان يخش ام صميمه، وعشان تقوم تضربوا الليله بمسيرات تفقدوا، واسقاط المسيرات. البريقدار الثالثه اللي انا سقطوها، البريقدار الثالثه خلال 4 يوم. 3 بريقدار، لا وما في ما في دارفور دي سقطوها هنا في كردفان. يعني فاهم علي؟ يعني شنو؟ يعني المنظومه بتاعت الدفاع الجوي والتسليح والاعداد والتهيئه بتاعت الدعم السريع اضحت بمستوى عالي شديد. حتى في مستوى العمليات العسكريه اضحوا خلاص في خبره. التدريب اللي كان الفتره اللي فاتت بدات تظهر اثاره، ودي قرايه ثانيه الناس ما شافوها، انه مصممه دي نتائج بتاع تدريب حقيقي ومتواصل وشغل عملياتي محكم وشغل دقيق جدا. ما اشتغلوا شغل زمان بتاع الهجمات الاولى، اختبر الدفاعات، ارجع بعد ثاني يوم اختبر الدفاعات مره. نو ناس اشتغل الشغل تكتيكي. قفلت الناس ديل في شكل بتاع مثلث، قفلوهم تلبوا لهم جون دفاعاتهم كثافه نيران ومدفعيه وقصف ومسيرات. هجوم ثلاثي. بعد ذاك سيطروا على اي حاجه لحد اخر نقطه اللي هي الموجوده فيها المسيرات، قدروا يسيطروا عليها، شالوا حاجاتهم وغنائمهم، وبعد ذاك بدوا يتراجعوا بشكل كلي. لكن بس مجموعه بسيطه منها دخلت في اشتباك، لكن حتى المجموعه اللي سحبوها من المشتركه دخلت جوا المصممه دقوها مسيرات. ده شغل تكتيكي عالي طبعا، ده شغل تكتيكي عالي شديد للدعم السريع. ودي قراءه انت المفروض تقراها في شكل الاكتساح الكامل اللي حيتم. طيب لكن الان في المفاوضات الرباعيه، المفاوضات الرباعيه دي محتاجه حركه سياسيه، حركه عسكريه في الميدان. حركه عسكريه في الميدان يعني شنو؟ واحد يستفيد من معامله الخوف. الخوف الكبير اللي دخل الناس المصممه، والموت الكبير اللي دخل في قوات هيئه العمليات والبراؤون وغيره. الخوف، الخوف ده معامل مميز جدا. انت لو عرفت تستغله بتعرف لو دار تخش الابيض بتخشها. لكن الابيض حاليا ما مطلوب انك تخشها. لو خشيتها طبعا افضل، لكن لو ما خشيتها حيصير مطلوب. الابيض دي تتخنق زي خنقه الفاشر. الفاشر دي خليها مقفوله كده،
صدقني الفاشر دي خليها مقفوله كده. الفاشر في خلال التفاوض والمفاوضات الجاريه الحاصله دي، حصار الفاشر بابا نوس الابيض بيديك كريدت سياسي. بيديك كريدت سياسي ليه؟ لا، والنيل الازرق لو حركت اي شغل في النيل الازرق في الفتره دي قدرت تستلم لك مدينه في اليومين دي ولا اليوم الجايه دي، دعم سريع يقدر يستولي على اي حاجه في النيل الازرق، خلق له رباعيه هنا كده حيطرشق الموضوع ليه؟ وجود المشتركه في بوركيزان مربوط بانه الفاشر لا زالت ما لا ما تم تحريرها. الحته دي مهمه جدا والكيزان فاهمينها. الفاشر اذا تم تحرير اسي وتم تحرير اللوبيض وتم تحرير بابا نوسه، فقدوا البترول وفقدوا الفاشر وفقدوا اللوبيض، حيعلنوا دولتهم بتاعت البحر والنهر طوالي. طوالي حيعلنوا دولتهم بتاعت البحر والنهر. داير تنفصل انت ولا ما داير تنفصل؟ الكيزان دايرين ينفصلوا. الكيزان امورهم واضحه جدا، دايرين ينفصلوا. يبقى تتغير خياراتك انت في انك انت تحاصر لها الثلاثه مدن دي وتخليها محاصره مقفوله كده، ما في مساعدات تخش الا بامرك ولا باذنك، عشان تقدر تتحكم في القرار الدولي وتقدر تمنع اي شكل بتاع انفصال وتحافظ لها على المشتركه واقعه في بور السودان. شنو؟ شوكه حوت بالنسبه للناس. دي الخيارات الوحيدة المتاحة الآن. أي حراك أرضي الآن، أي حراك أرضي لحصار الأبيض للوجود في النيل الأزرق حيطرشق للكيزان فهمهم في إنه تماما مسعاهم للانفصال حينتهي. يبقى الغيم ما عندهم أي شكل بتاع وجود، حتطرشق للعالم ذاته رؤيته في حال إنه داير يصل حتى لو العالم ده قال والله يا اخي نعمل شكل بتاع حكومتين وشكل اداري، خلاص ما انت عندك في النهايه شكل بتاع تواجد موجود للناس ديل. يبقى تتغير الحرب مستمره، ادواتك انت موجوده، ادواتك بتاعت الاقتلاع موجوده. اي وقت من الصباح تصحى تكفل معاك زي ما بيقولوا، بس تكفل كده تقوم تصحى البيض وتدورها كده توقفها في بورت كيزان. فتره بالنسبه لك ذاتك عشان تهيئ نفسك وتعيد تدريبك وترتب حالك حاصل الثلاثه مدن دي. وافتح ملف النيل الازرق مهم جدا بالمناسبه في الوقت ده عشان تقدر تضغط العالم وتقدر تشكل وتمنع على الكيزان مسعاهم الثابت، لانه الكيزان في حال سقوط الفشل هيقبلوا طوال على المشترك يقولوا لنا اخوانا مع السلامه ديك بلدكم، احنا حنعلن دولتنا وننفصل. الدار يقعد معنا مواطن هنا اهلا وسهلا حبابه الف، يحتفظوا بالقوات دي معاهم يدخلوها جيشهم اصلا مؤدلج ده عشان لقدام اذا حصل اي حاجه يقدروا يمتدوا بيهم يمشوا للسودان امنه زيك. يبقى تلغائيا الخيارات دي مهمه جدا في الفتره دي، مهمه جدا. بابا نوس البترول وجودك فيها ده هم قاعدين كده مميزه معك. الفاشر قافله كده، انت امن ملفات كثيره جدا تقفل معاه الابيض. الثلاثه ديل في وما قفله ساي، قفله بتاعت زول قاعد كده بس متى ما داير يقوم يخش اي وقت داير يخش اي وقت داير يعلن اي واحد يفون يعلنها. شمال كردفان التركيز فيه مهم جدا في الفتره دي، لانه بينسف الملفات بتاعت الانفصال بالنسبه للكيزان وبينسف الملفات بتاعت التقسيم الاداري او محاوله اي حركه في الرباعيه هناك لمصر، لانه مصر حتقف مع الجيش بشكل كلي. مصر ما شوف، مصر اذا دخلت في خيارات ما بين الدعم السريع والجيش ما حتختار الدعم السريع الان، نيفر الان. لكن لقدام ممكن المسائل تتبدل، ممكن تتبدل.